حياته التعامل معاه سيء، حتى الحب عنده سيء. يعني قبل فترة وصلت إلى أصدائي معلومات أكيدة تأكدت منها من جهات معنية في هذا الأمر. هو عنده سكرتيرة في شركته، يعني هي تونسية. طبعا يظهر أن عنده بينها وبينه لاف ستوري، بس لاف ستوري أعتقد أن لاف ستوري محرم مو محلل، لأن طريقة التعامل بعد ذلك تؤكد أنه هو كان لاف ستوري محرم. طبعا قبل أقل من شهر ونص وصل إلى أصدائه أن سكرتيرته تنتظر حدث سعيد منه، أي بين قوسين يعني في جنين عندها. طبعا هو رفض أنه صلح على قولتهم غلطته، وأن الله يغفر له عما سبق، وأنه يتزوجها داخلها روح. يعني إنسان إن أخطأ، فإنسان المفروض يصلح أخطائه، لكن شنو راح سوى؟ استغل علاقاته، استخدم سلطته وسفرها هي مع اللي بطنها. نفسي أعرف أنت الحين جاي عليك رمضان شلون تستقبل هذا الشهر؟ لا يعجبني فيه لما أشوفه يقول دائما يخلي الآخرين يقول قولوا لي يا حجي، أبي أعرف حجي على شنو؟ أبي أعرف حجي على شنو؟ على ما يغضب الله من الفلوس اللي قاعد تغسلها بالفن وكلها دنس في دنس، كلها محرمات قاعد تغسلها بالكويت في الفن من خلال المسلسلات انت تتعمد انها تكون فاشله. زياده تحط عليها اثم جنين ما حد يعرف اذا كان راح يشوف الحياه او لا. يعني نفسي اعرف انت عندك اولاد، عندك عيال، ما تخاف الله يطقك فيهم؟ ما تراجع نفسك؟ ولا الحياة انشال من قاموس مشاعرك؟ هذه مو بنت ناس، غلطتها يمكن ان هي صدقتك واعتقدت ان في لحظة ما إن انت فعلا صدق تحبها. الانسان اللي يحب ما يضر، الانسان اللي يحب ما يجوي اللي يحبه، اللي يحب يستر على من يحبه. يعني حتى لو انت متزوجها وبعد فترة طلقتها، اسمك على الأقل احترمت النعمة، لأن هذا اللي بطنها نعمة. شايف انت الناس ما انت تتخلص منها، ممكن الله يخليك يحرمك من واحد من عيالك الشرعيين، لأنك ما تبي هذا الله بياخذ منك هذا. ما تخاف الله يطقك فيهم كله عشان شنو؟ عشان خايف من مرتك؟ طبعا لأن حلالك كله باسمها. يعني كويتية، في كويتيات مقصة يتزوجون شخص غير كويتي يعتقدون انه هو انسان محترم، مع انه في على فكره في كويتيات متزوجين من شخصيات عربيه او من العالم، بس هم شخصيات محترمه، يقدسون شيء اسمه بيت، عائله، رباط مقدس، اولاد. مو هني يسوي شيء بالعلن وهناك مخشوش. يعني انت وين؟ نفسي اعرف شلون بتجاب رب العالمين. نفسي اعرف في اي يعني في اي مبدا راح تصوم 30 يوم. انت اذا تسوي كذي وتطالب الناس ينادونك حجي، فانت تعال شوف شنو اللي جاي لك شيء اعظم، شيء اكبر، شيء ما تقدر تواجهه، هو قصاص رب العالمين. ان شاء الله اكيد راح ينزل عرقبتك يعورك. شوف راح يطقك بشنو في الدنيا، آجلا أم عاجلا. السالفة مو محتاجة وايد أشياء،
ولا محتاجة وقت. الوقت الله يحطه، والطقة بتكون بين ضلوعك. وأنا أقول لها يعني يكفي إنك تقولين حسبي الله ونعم الوكيل وهي ترتفع وتنزل على رقبته. شوفوا عاد راح ينطق بشنو. خلينا نتحكي عن الكوبي بيست. والله يعني يحزنني طبعا.